طب وبعدين؟ طب وبعدين مسلسل إذاعي بيتناول مشكلاتنا مع أولادنا وإزاي نحلها. كتير مننا كأهل بيتصرف بطريقة عفوية ومتخيل إنها طريقة عادية، مش مدرك ولا مستوعب تأثير الطريقة بتاعته على شخصية ولاده سواء كانوا أطفال أو مراهقين، وإزاي إن الطريقة دي ممكن تأثر فيهم وفي مستقبلهم وفي شخصيتهم وفي تكوينهم. خلينا نقف مع الحلقة ونفهم إيه الطريقة اللي إحنا عملناها، تأثيرها إيه، هي غلط في إيه، ومش بس كده خلينا نفكر ونتعلم إزاي نقدر نصلحها. السلام عليكم. وعليكم السلام. خالو كل سنة وانت طيب، احنا مستنيينك من بدري عشان ناكل التورته. الساعة كام معاك يا خالد؟ 10 يا بابا. انا اسف اتاخرت عليكم، ما كنتش عارف ان اخواتك جايين؟ ده يديك الحق انك تستنكح في الشارع كل الوقت ده وكمان تليفونك مقفول. انا تليفوني قطع بس. انت كذاب، انت قافله عشان ما نكلمكش وتبقى على راحتك مع الصيع اصحابك، ومش مهم احنا نقلق عليك واخواتك يستنوك لحد نص الليل وتتحرق المذاكره كمان. انا مش كداب يا بابا، واحنا كمان مش نص الليل، الساعه حتى 10 وكمان بترد عليا يا قليل الادب. اهدى يا رياض، مش كده. ده بدل ما تعتذر وتصلح غلطك هو ده اللي بتتعلمه من الصرمحه في الشوارع. تعالى هنا يا ولد، ما تمشيش وانا بكلمك. يا بابا انا ما بقتش صغير عشان تكلمني كده وقدام الناس، انا عندي 18 سنه. 18 سنه عايز اكلمك راجل لراجل، اتفضل قدامي على الاوضه. كفايه افترا بقى، حرام عليك. اللي قد بيخرجوا يسهروا للصبح، وكل ده عشان ايه؟ عشان كام ساعه خرجتهم مع اصحابي. عاجبينك اللي بيسهروا للصبح؟ يلا روح لهم خليهم ينفعوك. انا مش عايزك تبات في بيتي النهارده، امشي اطلع بره. الراجل اتجنن خالص، صوته جايب اخر الشارع وطرد ابنه من البيت. انده له طيب اتكلم معاه. يا خالد يا خالد، ده جري. يا عيني يا ابني، يا ترى هيروح على فين؟ مين ده؟ ده الاستاذ خالد ابن المهندس رياض، راجل صعب قوي. ايوه فعلا، انا بسمع صوته عالي على طول في العماره. عارف خالد ابنه ده ما تلاقيهوش ابدا كده نازل مع واحد صاحبه ولا حد جاي له، حتى الدروس بياخدها كلها في البيت، من المدرسه للبيت، من البيت للمدرسه. ليه حق يجري، بس اكيد في سبب مخليه يعمل كده. الله اعلم. حرام عليك يا رياض، ده طرده من البيت في نص الليل. لا نص الليل ايه؟ ما بقول لك الساعه لسه 10. خليه بقى يرجع للصيع اللي بيضرب بيهم المثل، ولا واحد هيعبره. ده معهوش حتى تليفون، افرض جراله حاجه هتبقى مبسوط ان ابنك الوحيد جراله حاجه؟ ولا هيجراله اي حاجه، بس لما يشوف ان الشارع بهدله هيقدر نعمه البيت اللي لمه ويصون النعمه دي. كفايه بقى، حرام عليك. القسوه دي هي اللي هتطفشه مننا، وبعدين بطل تعامله على انه اخوك محمود، هو مش زيه ومش هيطلع زيه. اوعي اسمعك تجيبي سيره الاسم ده تاني. انا عشت اربي ابني احسن تربيه. لا مش هيطلع زي عمه مهما حصل، مش هيطلع تلفان زي عمه. ماما ممكن اتكلم معاكي؟ ايوه طبعا يا حبيبتي. انا خايفه. مالك يا حبيبتي، ايه اللي حصل؟ وانا بذاكر شفت انكل رياض من الشباك وهو بيزعق لخالد تاني. سمعته، هو الوحيد في العماره اللي صوته اعلى من صوتي. لا انا شفته بيضربه بالحزام على ظهره. ايه اللي افترى ده؟ لا يا حبيبتي ما تخافيش. خايفه من ايه؟ معرفش، حطيت نفسي مكانه، صعب عليا قوي. انا عارفه يا ماما انك عمرك ما هتعملي فينا كده. لا طبعا عمري. انت عارفه لو كنا بره كنا بلغنا عن الراجل ده، كانوا حرموه من ابنه. مش معنى انه ابوه انه يعمل فيه كده. كمان طرده من البيت. ازاي يعمل كده؟ بس قلبي وجعني. ما تعيطيش يا حبيبتي، تعالي في حضني. بس عارف، انا ارتحت لما اتكلمت معاك، كنت كاتم جوايا بقالي كتير. انا كمان مبسوط اننا بقينا اصحاب، وما تخافش مفيش مخلوق في العماره هيعرف موضوع ابوك ده، ولا حتى ابويا واخواتي. ماشي كده، سري معاك زي ما سرك معايا. خالص يا معلم. الحق، ده خالد راجع تاني اهو، ده شكله تعبان قوي. استاذ خالد انت كويس؟ لا. استاذ خالد اسنده معايا من فوقه. انا جبت معايا ازازه كولونيا وريحه عشان تفوقه. كولونيا؟ هو حضرتك عرفت ازاي؟ البلكونه معروفه اهو، بدأ يفوق اهو. انت كويس؟ تحب نوصلك البيت فوق؟ لا البيت لا، انا مش هطلع البيت. هاتوه عندي، انا قاعد لوحدي وهو محتاج يرتاح. ماشي، بس محدش يعرف. ولا حتى ابوك؟ هو بالذات مش لازم يعرف. ما تخافش، سرك في بير، شكلنا كده هنبقى ثلاثي. طب وبعدين؟
طبعا في الحلقه الرابعه شفنا قد ايه القسوه اللي حصلت بالنسبه للولد، وانه الاب كان فيه ضرب مبرح بالنسبه للولد وعدم احترام خاصه امام الاخرين. انتوا متخيلين لما نضرب ولادنا؟ دي احد الطرق المهمه جدا في التربيه. خليني اقول لكم انه في 14 طريقه لتعديل السلوك، اخرها الضرب، والضرب له شروط قاسيه جدا عشان نبدا نستخدمه. لكن لما نضرب ولادنا معناه ان احنا بنبدا نكسر الصوره الذاتيه بتاعتهم، اللي هو الوعي الذاتي والادراك الذاتي والصوره الذاتيه بتاعته. فبالتالي هو اصلا مش حاسس ان هو موجود، في جزء كبير جدا في نفسيته بدا يتشرخ، بقى فيه المرايه بتاعته مشوهه، كل ما يبص لنفسه في المرايه بيشوف شخص تاني مختلف تماما عن الشخص اللي كان بيحلم ان هو يكونه. الضرب عمره ما بيربي. لكن في حاجه تانية مهمه بتعملها، انه الشخص بيحس بعدم الامان، بيحس بالخوف. المكان اللي المفروض يترمي فيه عشان يحس ان هو مرتاح ومطمن هو حضن الاب والام. لما يكون هو نفس المكان اللي بيأذي، اللي بيجرح، اللي بيكسر، ده بيبقى شيء مؤلم جدا بالنسبه للمراهق. علشان كده انا بقول انه الضرب ما بيربيش ابدا، بالعكس هو بيعمل فجوه كبيره جدا ما بين الولد والبنت وبين الاب والام. دايما ولادنا بيهربوا مننا في المرحله دي، في النقطه دي. في مرحله المراهقه دايما بنروح للشخص اللي بيسمعنا، حتى ممكن بنقول حاجات غلط، بنروح للشخص اللي بيسمعنا حتى لو الكلام بتاعنا يبان انه تافه، انه مش مهم. لازم يتسمع، لازم اي حاجه الواحد بيقولها في اللحظه دي يحس ان في اخر بيسمعه، وبعدين يبدا يعدله، او يسمعه وبعدين يبدا يغيره، وبعدين يبدأ يأثر في إنه إزاي يبدأ يحول المشكلة أو الفكرة التافهة الغلط المغلوطة اللي مش متاحة اللي مش مباحة لمكان آمن جدا إنه يفكر فيه صح. الضرب عمره ما هيحل ده. ولما تضرب حد قدام آخرين معناه إنك أنت بتزود عنده إحساسه بالدونية، الذاتية بتاعته تقريبا بتبدأ تنتهي وتتلاشى. الحاجة التانية اللي عايز أقولها إنه بما إنه ده بيحصل في البيت، معناه إن أولادنا هيهربوا من البيت ويبدأوا يشوفوا حد تاني يسمعهم، وإن كان غرضه مش صح. هيبدأ حد تاني يسمعه وإن كان بيوجهه لأغراض تانية مختلفة عن ديننا وقيمنا ومبادئنا وأخلاقنا. إحنا اللي بنعمل كده في أولادنا. البيت هو مصدر الأمان الوحيد اللي لازم يكون، وإن اختلفت مع طريقته، مع شخصيته، مع أخلاقه، مع سلوكياته اللي بتتم، لكن لازم تعرف إزاي تحتوي المشكلة وتعرف توجهها بالطريقة الصح. الشباب في اللحظة دي بيكونوا أقوى بكتير، الأقران بيبقوا أهم بكتير من الأب والأم. علشان كده أنا بتكلم إنه الضرب مش مسموح أبدا إلا في وقت واحد بس، إن حاجة تكون فيه خطر عليه، والضرب أكيد بيبقى مش مبرح ومش قدام الآخرين. لازم نبدأ نختار الطرق المختلفة السهلة السلسة، لكن في نفس الوقت تكون عميقة ومؤثرة. الضرب ممنوع أبدا، لأنه في حاجة كمان ممكن يعملها المراهق وقت ما بيتضرب عشان يحس بقوته بشخصيته، ممكن يروح لعلاقات خطر جدا إحنا ما نأمنش نتائجها تكون إزاي، أو ممكن يخش في طريق الإدمان. لأنه طريق الإدمان زي ما أنتوا عارفين أي شاب بيروح يدمن عشان يبدأ يشوف نفسه أكبر، أضخم، أقوى، فبالتالي بيبدأ يشوف صورة مش حقيقية على نفسه. لازم نخلي بالنا إن ولادنا محتاجيننا جدا في السن ده، وإن الضرب بيبعد كتير المسافة بيننا وبينهم.